السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد ومباراة جديدة للنادي الزمالك في الكونفدرالية. طبعا قبل ما نبدأ الفيديو الجميل بتاعنا بس حبيت اقول لكم ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وما تنساش تدعمنا بلايك ورايك في كومنت. وقبل ما نتكلم برضو على المباراة حبيت اوضح لكم احنا بنحط الاهداف في اول كومنت مثبت تحت. الفترة دي بنحط الاهداف في الكومنت المثبت، فحبيت بس اوضح لكم عشان اخواتنا اللي منضمين جديد معانا يبقوا عارفين النظام ازاي. هتكلم على مباراة من العيار الثقيل نادي الزمالك وكايزر تشيفيز في الكونفدرالية. طبعا التشكيلة المتوقعة لكايزر تشيفيز 4-3-3، والزمالك تشكيلتها المتوقعة 4-2-3-1. طبعا المهاجم اللي قدام هيكون هو سيف الدين الجزيري. طبعا متوقع ان هو يسجل هدف في مباراة اليوم. هتكلم على توقعات شخصية على المباراة دي، أتوقع بنسبة 99% تنتهي بالفوز لنادي الزمالك 2-0 أو 3-1 بنسبة 90%، وبنسبة 85% أو خلينا نقول 95% مش 85% تنتهي 2-0 أو 1-0 لنادي الزمالك. يعني كل التوقعات بتقول إن احنا أو الزمالك هيفوز في مباراة اليوم على كايزر تشيفيز. تمام. صاحب التوقع برضو اكتب لي تحت في الكومنتات ايه هي توقعاتك الشخصية على مباراة اليوم، وهل بتتوقع الفوز لنادي الزمالك ولا لكايزر تشيفيز؟ وصاحب التوقع الصحيح هنعلن عنه في الفيديو اللي جاي. لو وصلت لهنا ما تنساش تصلي على حبيبك النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وما تنساش تدعمنا بلايك ورايك في كومنت. كان معكم عبد الرحمن رفعت من قناة توقعات الملاعب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.